عزيزي المستمع، ما خدتش بالك كده إن في ناس بتشتغل عدد ساعات طويلة جدا وممكن يوصل إنهم يشتغلوا شغلانتين مع بعض وبرضه بيفضلوا مديونين؟ طيب، في حين إن في ناس وقتها حر وفلوسها بتزيد يوم بعد يوم. كتاب الأب الغني والأب الفقير مش مجرد كتاب عن الفلوس، ده كتاب بيتكلم عن طريقة تفكير مختلفة تماماً. الكاتب روبرت كيوساكي عاش بين اتنين آباء، واحد فقير لكنه متعلم جدا، والتاني غني لكنه ساب المدرسة بدري جدا. ومن الاتنين دول اتعلم إن التعليم مش هو اللي بيحدد مستقبلك المالي، طريقة تفكيرك هي اللي بتحدده. روبرت كان طفل عنده 9 سنين وكان نفسه يفهم إزاي الناس بتبقى غنية. سأل أبوه الحقيقي، قال له روح المدرسة، ذاكر كويس واشتغل في وظيفة. لكن لما سأل أبوه صديقه، قال له الفلوس مش في المدرسة، الفلوس في الفهم. ومن هنا بدأت القصة. روبرت سماه الأب الغني، والأب الغني بدأ يعلمه دروس عملية عن الفلوس، مش مجرد نظريات. 9 دروس غيروا طريقة تفكيره للأبد. أول درس كان صادم لروبرت: الأغنياء لا يعملون من أجل المال، هم يجعلون المال يعمل من أجلهم. الأب الغني كان بيخليه يشتغل عنده بمرتب بسيط جدا، ولما اشتكى قال له لو بتشتغل عشان الفلوس عمرك ما هتبقى حر. الناس العادية بتشتغل بدافع الخوف والطمع. الخوف من الفقر يخليهم يفضلوا في نفس الشغل، والطمع يخليهم يصرفوا أكتر كل ما يزيد دخلهم. أما الأغنياء فبيستخدموا الفلوس كأداة مش كهدف. الأب الغني قال له المدرسة بتعلمك إزاي تشتغل، بس مش بتعلمك إزاي تدير الفلوس. عشان كده معظم الناس بتشتغل عند ناس تانية طول حياتهم. أما الأغنياء فبيبنوا مشاريع أو بيستثمروا في أصول تجيب دخل سلبي. الموضوع مش إنك تكسب كتير، المهم إزاي تشغل اللي بتكسبه. وده أهم درس في الكتاب كله. الفقير بيشتري الخصوم ويفتكرها أصول، والغني بيشتري الأصول بجد. الأصل هو اللي بيدخلك فلوس، أما الخصم فهو اللي بيسحب منك فلوس. العربية الجديدة، الموبايل الغالي، الرحلات، كل دي خصوم مش أصول. لكن مشروع صغير أو سهم أو شقة إيجار دي أصول بتبني ثروتك حتى وانت نايم. الأب الفقير كان شايف إن التعليم الأكاديمي هو الحل، لكن الأب الغني كان شايف إن التعليم المالي أهم، يعني تفهم الضرايب، الديون، الفرص والاستثمار. الجهل المالي هو اللي بيخلي الناس تشتغل سنين من غير ما تتحرر. زي ما قال روبرت، العالم مليان ناس معاها شهادات لكنها مفلسة. الأب الغني قال له ما تشتغلش عشان مرتب، اشتغل عشان تتعلم. لما تشتغل في وظيفة بتعلمك مهارات جديدة زي التسويق أو المبيعات أو الإدارة، انت كده بتبني ثروة معرفية هتخدمك في المستقبل. أما اللي بيدور بس على المرتب فهو بيضحي بالتعلم عشان راحة مؤقتة. الخوف والطمع هما اللي بيسيطروا على أغلب الناس، بيخافوا يخاطروا وبيطمعوا لما يكسبوا. الأغنياء بيتعلموا يتحكموا في مشاعرهم قبل ما ياخدوا قرارات مالية. يعني ما تشتريش لأنك متحمس ولا تبيع لأنك خايف، خلي قراراتك بالعقل مش بالعاطفة. الأب الغني دايما كان بيقول المال عبد جيد لكنه سيد فظيع. يعني استخدم الفلوس عشان تبني حرية مش عشان تبان غني. استثمر في نفسك، في مشروعك، في علمك. كل جنيه بيشتغل ليك
بيقربك من الحرية. طيب نطبق إزاي؟ ادخر 10% من دخلك دايماً. اتعلم عن الاستثمار حتى لو بمبلغ صغير. اقرأ كتاب كل شهر عن المال والتفكير. راقب مصروفاتك وميز بين الأصل والخصم. ومع الوقت هتلاحظ إنك بتفكر زي الأغنياء. وفي النهاية الأب الغني علم الكاتب درس عمره ما نسيه: الفقر مش قلة فلوس، الفقر هو قلة معرفة. ابدأ النهاردة تفهم مش بس تكسب. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واستعد للفيديو الجاي.